طبيعة العلاقة ما بين الشخص وما بين الإدمان بتاعه هحاول إني أشرحها لك أغنية لأم كلثوم بتقول له كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله. أول الحكاية هي أجمل الحكاية، أول ضرباية هي أكتر ضرباية بتعمل دماغ. التجربة اللي بتتعاش أول مرة في الإدمان هي بتكون أقوى تجربة الشخص مر بيها، وكأنه بيتخطف في التجربة دي. الإدمان على المستوى الكيمياء المخ بيخطف، فرغم إن الشخص بيمر بخسائر في سلوكه الإدماني لكن دماغه مخطوفة. أول ضرباية هي أكتر ضرباية بتعمل دماغ، وهي اللي الدماغ طول الوقت تفضل تزن إنك ترجع تعيش التجربة دي. خلي بالك الإدمان بالنسبة للشخص المدمن بتبقى حياته كلها في الضرب، سواء ضرب المادة المخدرة أو السلوك أو العلاقة. يصبح الارتباط في المخ بالنسبة للمخدر حياة أو موت، مش مجرد إن أنا بقيت بضرب عشان أستمتع. المدمن بيكون عنده تصور بيقول له أنا لو بطلت هموت، ده في فكرة وفي مشاعر وفي سيستم جواه بيزقه ناحية إنه لو بطل أنا هموت. وفي العلاقة بنسمعها كتير، أنا هموت من غيرك. والجزئية دي ليها أساس علمي في كيمياء المخ، ده اللي هنشرحه.